مش لاقي حته جديده تروحها في القاهره؟ وعشان كده هاخدك معايا على 3 اماكن في مصر القديمه مش ناس كتير تعرفها. واول مكان هو كوبري المانستيلي، بس ازاي تروحه اساسا؟ ولذلك لو المترو قرب لك هتنزل محطه ماري جرجس وتتمشى لك تلتايه كده للكوبري، ولو الكورنيش قرب لك هتاخد اي ميكروباص هينزلك عند الكوبري على طول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. سيد افندي لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع. تسأل واحد عن واحد يقول لك ده بيغش. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي. من غير تشجيع الناس تقف مكانها. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الانسان. رغم عدم شهرة كوبري المانستيلي ده الا انه تحفه معماريه مصنوعه من الخشب، وعشان كده ما تنساش تقف تتامل شويه في نهر النيل. بعد كده نتحرك على تاني مكان معانا في اليوم وهو مقياس النيل، وعشان تروح هتعدي الكوبري وتخش شمال هتلاقيه في وشك على طول. سعر تذاكر دخول المقياس للطلبه المصريين 10 وللمصريين 20 وللاجانب 100 جنيه. المقياس ده زمان كان بيحدد هل السنه فيها خير ولا لا. لو الميه وصلت لنقطه معينه تبقى سنه خير، ولو اقل مجاعه، ولو اعلى يبقى فيضان. والاغرب ان الناس زمان كانت بترمي فيه سكر عشان النيل يرضى، انت متخيل؟ والمقياس موقعه على راس جزيره الروضه. يا جماعه الفيو من هنا خرافي. المصري أصيل بيحب الشير وبيفرح لما بيدي. المقياس ده مش شغال لوحده بس، الناحية التانية في مقاييس كتير في مصر ومنهم واحد في أسوان بيساعد على انهم يسجلوا احصائيات اكتر عن نهر النيل، وبالتالي النيل هيعمل ايه في المستقبل. ناس بتشير بسر خطير وناس بتشير محشير. قاعدة هنا بجد خيال، ناقصها بس شوية خرافيش شيبسي بتاع، بس احنا معانا مية. تالت واخر مكان معانا في اليوم متحف ام كلثوم جنب المقياس على طول. والله انا هنغني الاغنيه اللي غنتها الست ام كلثوم. يا ليلة العيد انستينا وجددت الامل فينا يا ليلة العيد. سعر التذكرة 5 للطلبة، 10 للمصريين، و20 جنيه للأجانب. المتحف فيه نضاراتها، فساتين حفلاتها، والأغرب مذكراتها اليومية بخط إيدها. أكتر حاجة استغربت لما عرفتها هناك إن أغنية أنت عمري كانت شوقوني عينيك مش رجعوني عينيك. كمان في خطابات من الملك فاروق وعبد الناصر والسادات بيشكروها على أغانيها الوطنية. هنا ام كلثوم سابت ورقه بخط ايديها لاغنيه هي ما غنتهاش. وبكده يكون اليوم ده خلص. اتمنى ال3 اماكن بتوع النهارده يكون كان فيهم حاجه جديده بالنسبه لك، وما تنساش تكتب لي في كومنتس ايه اكتر مكان عجبك. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك واشتراك عشان نكمل المشوار ده سوا ونستكشف الاماكن اللي ما رحناش في مصر. وياك تنسى انك لازم تلهم لتلهم.